TV you are? We're from Israel. Sorry. Excuse me, sir, can I ask you a few words before the game? مرحبا اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه. انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ انت وصلت لعندي؟ انت شو جايب؟ انت اجت لهان؟ الله فلسطين. ما في اسرائيل؟ في اسرائيل يا سيدي، في اسرائيل. وين انت؟ وين؟ انا من اسرائيل. فلسطين. فلسطين مش اسرائيل. انت بتقول فلسطين، انا بقول اسرائيل. لا فلسطين. اسرائيل مش هذا ما حدث في مونديال قطر 2022 ولم ينتبه له أحد، وأغضب إسرائيل كثيرا. في كل نسخة من المونديال تحدث أشياء مثيرة صادمة أو مضحكة أو مستفزة، غالبا لا ينتبه لها الكثيرون. في مونديال قطر حدثت الكثير من الأشياء التي ستبقى عالقة في أذهان الجماهير والمتابعين، لكن سنترك كل شيء جانبا ونركز على أمر واحد: الإحراج الكبير الذي تعرضت له إسرائيل في قطر، وجعل مسؤوليها في قمة الغضب محاولين الانتقام بتشويه هذه النسخة من المونديال، منبوذون ومكروهون ومرفوضون من الجميع حتى من المطبعين معهم. هكذا وجد الإسرائيليون أنفسهم في مرآة الشعوب العربية بعد اجتماعها في قطر لحضور كأس العالم. وسنقدم لكم بالفيديوهات ما تعرضت له إسرائيل وجعل العالم يسخر منها، ولا يتمنى أي أحد أن يكون في مكانها. فقبل يوم من انطلاق مونديال قطر أصبح المغني الكولومبي الشهير مالوما حديث مواقع التواصل بسبب انسحابه الغامض من لقاء صحفي وتوبيخه لمراسل إسرائيلي ووصفه إياه بالوقح. فقد سأل الإعلامي من قناة هيئة البث الإسرائيلية الفنان الكولومبي عن عدم استجابته لدعوات بعدم المشاركة في احتفاليات المونديال استنادا للمزاعم القائمة بأن قطر لا تحترم حقوق الإنسان. وكان رد مالوما أنه جاء ليشارك الفرح في الحياة ومهرجان كرة القدم. لكن بعد إصرار الإعلامي الإسرائيلي على إعادة طرح السؤال لمالوما، ما كان من المغني الكولومبي إلا أن يوقف المقابلة ويقول للمراسل أنت وقح أثناء خروجه من الاستوديو. وكان قد انتشر في وقت سابق عبر وسائل التواصل مقطع آخر لنفس المراسل وهو يحاول إجراء مقابلة مع شاب قطري في سوق بالدوحة، إلا أن الشاب القطري رفض الحوار معه بعد أن عرف أن المراسل يعمل لدى مؤسسة إسرائيلية. We are the public broadcaster from Israel. What? Israel. You are from Israel? Yeah. Is it okay? No. Why? Because وفي فيديو آخر ظهر صحفي إسرائيلي يتحدث إلى الجماهير اللبنانية باللغة العربية ويخبرهم أنهم من إسرائيل، قبل أن يعودوا ليقولوا له إنها تسمى فلسطين وليست إسرائيل. انت من اسرائيل؟ انت وصلت لعندي؟ انت شو جايب؟ انت اجت لهان؟ الله فلسطين. ما في اسرائيل؟ في اسرائيل يا سيدي، في اسرائيل. وين انت؟ وين؟ انا من اسرائيل. فلسطين. وفي هذا الفيديو حاول الصحفي الإسرائيلي إجراء مقابلة مع مشجع سعودي، لكن بمجرد أن أخبره اسم القناة تركه على الفور في موقف محرج. وهنا مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع إسرائيلي ويقول له لا مكان لإسرائيل في قطر، فقط فلسطين. وهؤلاء مجموعة من المشجعين المغاربة في مونديال قطر يرفضون التحدث مع مراسل بعد أن علموا أنه إسرائيلي، وقالوا له لا توجد سوى فلسطين. وحاول المراسل أن يقنعهم أنه في سلام مع المغاربة لكن دون جدوى. We are from Israel. Israel. Yeah. Hey, new friend. What? We are peace. Israel no Palestinian. Israel no Palestinian. But we have peace, huh? Peace. You sign peace. You sign peace. You sign. وفي هذا الفيديو مراسل القناة العبرية 13
يشرح معاناتهم قائلا: الكل في قطر يدعم فلسطين، جميعهم يرفعون الأعلام والأذرع الفلسطينية منذ انطلاق كأس العالم 2022. גם את הבמה הזו של משחקים בגביע העולמי, גם למחאה פרו-פלסטינית. ראינו כאן הרבה דגלי פלסטין, גם סרטים על הזרוע, כמו סרט קפטן כזה עם דגל פלסטין, ראינו את... وبعد هذا الكم الكبير من الإحراج، علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانزعاج كبير على مشاهد تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين الذين يحضرون إلى قطر بعنوان تغطية أخبار كأس العالم، وهم يحاولون منذ بدء المباريات انتزاع تصريحات إيجابية تخدم عملية التطبيع. وقال مقال في صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية بعنوان المونديال في قطر مرآة للإسرائيليين، لا يحبوننا ولا يريدوننا أيضا. إن المونديال في قطر وضع إسرائيل أمام واقعة حقيقية مؤلمة جدا للإسرائيليين، وأوضح أن الإسرائيليين شاهدوا للمرة الأولى المتحمسين من الخليج وتجربة الرفض والتجاهل والكراهية وعدم قبول الإسرائيليين في بلد مسلم عربي، وأن كل من يزعم أن سكان الخليج ليس لديهم أعداء تجاه إسرائيل قد رأوا أنهم تعرضوا لخداع وشاهدوا حقيقة مختلفة. وتابع كاتب المقال قائلا: إن مراسلي الأخبار في المحطات الإسرائيلية سافروا بحماس إلى قطر وأقاموا الكاميرات وانتظروا قدوم عدد من العرب المقيمين في الخليج والدول العربية الأخرى ليمتدحوا إسرائيل، لكن سرعان ما وجدوا أنفسهم يتعرضون للازدراء والتجنب والاستهزاء من هؤلاء العرب. هذه قناة ايش؟ قناة يهودية. قناة اليهود جايين عندنا يصورون، طبعا ما حد بيعمل لقاءات عندهم. وفي محاولة يائسة لتجنب هذه المعاملة من قبل المشجعين العرب، لجأ الكثير من الصحفيين الإسرائيليين إلى إخفاء هويتهم، كما أشار الصحفيون إلى أنهم قرروا التعريف عن أنفسهم كصحفيين من الإكوادور لتجنب رد فعل المشجعين العرب. وذكر المراسلون أن الفلسطينيين والقطريين كانوا يلتقطون الصور لهم ليسخروا منهم، مضيفين: عندما رأينا أن الوضع أصبح خطيرا وأن النساء الإيرانيات بدأنا يفهمن أننا ربما كنا إسرائيليين، لقد عرفنا أنفسنا مرة أخرى على أننا صحفيين من الإكوادور حتى لا ندخل معهم في مواجهة جسدية. ولفت صحفي يديعوت إلى أن البعض من الإعلاميين قال أنه في قطر عرف مدى الكراهية بين الناس في الشارع، كم يريدون مسحنا من على وجه الأرض، إلى أي مدى يثير كل ما يتعلق بإسرائيل حقدا شديدا في نفوسهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المراسلين قولهم: عرفنا مدى كراهية العرب لإسرائيل وسنغادر الدوحة بشعور سيء للغاية. ووصف إعلامي إسرائيلي ما تعرض له المراسلون الإسرائيليون من إذلال واضطرار إلى الكذب وإخفاء هويتهم، فقال: من المخجل رؤية صحفي إسرائيلي يتوسل ويعانق من يجري معه مقابلة على الهواء مباشرة لحضه على قول كلمة طيبة عن إسرائيل، ليتبين أنهم يعتبرون أنه لا يوجد إسرائيل بل فلسطين فقط. إذن عزيزي المشاهد، هذه هي الحقيقة: لا أحد يحب إسرائيل ولا أحد يعترف بوجودهما، وأوهام التطبيع ظهرت على حقيقتها. ومقابل رفض الجمهور العربي لكل من يتعلق بإسرائيل، كان هذا دعم كبير للقضية الفلسطينية، من هتافات ورفع أعلام داخل الملعب وخارجه، ليس من الجماهير فقط بل حتى من بعض اللاعبين. لكن ما سيصدم إسرائيل أكثر هو رفع الأجانب لراية فلسطين وإعلان دعمهم لها. عزيزي المشاهد، ما بني على باطل فهو باطل، وزوال إسرائيل لا بد أن يكون يوما ما.